اللي عايزة تصبغ شعرها يا ريت تستعملي صبغة تكون طبيعية، صبغة نباتية من مصدر نباتي، حاجة زي الهرباتنت أو الكالر سوين. الصبغات دي بتتميز إنها مستخلصة من نباتات، زائد إنها خالية من الأمونيا، يعني أقل ضرر، يعني أكتر صبغة أقل ضرر بالشعر. يا ريت نبعد عن الصبغات الكيماوية أو الصبغات الرخيصة، لأنها بتقتل الشعرة وبتأذي بصيلات الشعر، وبنضطر بعد كده بعد شهر أو اتنين لما يروح تأثير الفرد أو تأثير الصبغة تبتدي إنك تعاني من تساقط في الشعر، تقصف في الشعر، بتحس إن الشعرة ضعيفة وسهل إنها تتكسر أو تطلع مع في التمشيط، أو حتى لو مشيتي إيدك فيها بتطلع معاكي. ونضطر بعد كده ندخل في حوار إن إحنا عايزين نعالج الشعر، نديله بقى، نصرف عليه بقى شامبوهات طبيعية وسيرم مغذي وكورس فيتامينات من الفم. الحاجات دي كلها هتكون مكلفة، وللأسف العلاجات دي بتحتاج صبر وبتحتاج وقت، وكمان النتيجة بتاعتها ما بتبقاش 100%، ما بترجعش الشعر للأصل بتاعه. يبقى من البداية الوقاية خير من العلاج، ويا ريت نستعمل صبغات تكون طبيعية. حتى لو بتعملي الشعر بتاعك في بيوتي سنتر، اتأكدي ان هما بيجيبوا لك صبغة طبيعية او من مصدر نباتي، او حتى لو هتشتريها على حسابك يكون افضل، بحيث ان انت تحافظي على شعرك. شعرك طبعا هو سر جمالك، هو تاج على راسك، يا ريت تحافظوا على الشعر. دكتور اوت.